السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن واحسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا هاد الفيديو، كنشكركم بزاف بزاف على التتبع ديالكم، على الكومونتات ديالكم الغزالين، الصراحه تيفرحوني بزاف. لاول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد على مسلسلاتكم المغربيه. اليوم أصدقائي وصلنا للحلقة 24 من مسلسلكم الشيق والجميل أنا حرة. كيف مشى أصدقائي؟ نزلت لنا الحلقة فاش ناصر مشى كيقلب على دوك البنات اللي فعلا شفروه وداو ليه الرزق ديالو. ففعلا غادي نشوفوا أن الشخص اللي جابو هو اللي استدرجو لتماكين ودار ليه ديك الخطة كاملة. وعلاش دار هادشي كامل؟ كلشي غادي يتساءل اشنو هي العلاقة اللي ما بين ناصر وما بين الشاف ديال ديك العصابة. غادي نشوفوا أصدقائي أن فعلا الشاف ديال ديك العصابة باغي انه يدخل الغابه ويقطع الشجر وفعلا يبيع داك الخشب حيت هما محتاجينه. وباش انه يدير هذا الشيء هذا خاص ناصر يسمح ليه، وباش انه يتلاقى مع ناصر دار ديك الخطه كامله. فعلا غادي يجلس مع ناصر فهو غادي يقول له بلي انا مستعد باش انني نعطيك الفلوس ديالك كاملين. وفعلا غادي نشوفوا انه غادي يعطيه الفلوس ديالو كاملين. وهنا ناصر غادي يقول له ولكن انت علاش كدير معايا هادشي؟ غادي يقول له الا خدمتي معايا عاد نعطيك اكثر من هادشي هذا. فعلا ناصر حيت طماع غادي يطمع حيت اصلا محتاج الفلوس. غادي نشوفوا انه غادي يقول له اشنو غادي يعني شنو غادي نعطيك باش تعطيني الفلوس. غادي يقول له انت غادي تخدم معانا وغادي يعجبك الحال بزاف. غادي يقول له كيفاش غنخدم معاكم؟ غادي يقول له انت غادي تخلينا ندخلوا نقطعوا الشجر من الغابه، وفعلا غادي دير راسك بحال ما شفتيناش، وحنايا بالدور ديالنا غادي نعطيوك بزاف ديال الفلوس غادي نبقاو نخلصوك. ناصر أصدقائي فعلا غادي يوافق حيث هو محتاج الفلوس باش يقلب على الزوجة والبنت ديالو. ففعلا ملي غادي يوافق غادي يبداو الخدمة ديالهم. وهكذا غادي نشوفوا ان ناصر فعلا بدا كيكحلها مع المخزن. غادي نشوفوا ان ديك العصابة غادي يبداو فعلا يشفروا داك الخشب. وهنايا مع الايام غادي يبدا يتزاد داكشي مع الايام. وفعلا غادي نشوفوا ان المخزن غادي يبدا يلاحظ هادشي هذا، وغادي يبدا يلاحظ ان الغابه يدخلوا ليها الشفاره وانهم كيشفروا داك الخشب. فعلا غادي نشوفوا ان ناصر غادي يبدا يحس بهادشي هذا وغادي يبدا يخاف، ولكن ما عنده ما يدير حيت خدم مع العصابه. بلا ما نحرق لكم اصدقائي الاحداث شنو غادي يوقع لناصر مع العصابه، غادي ندوزو لنور. نور اصدقائي اللي فعلا كان كيسحب ليها بلي الدكتور مامون انسان طيب، ولكن اصدقائي الدكتور مامون فعلا انسان خبيث. علاش؟ حيث فعلا كيقول النور بلي هو كيحس بشي حاجه من جهته، ولكن في نفس الوقت كيقول فردوس واللي هما غادي يتزوجوا. يعني بغى يضرب هكا وهكا، ما قدرش انه يقول فردوس بلي هما غادي يتفارقوا. في نفس الوقت باغي يخلي نور حداه. غادي نشوفوا ان مامون فعلا نور غتبدا الخدمه، والخدمه اللي غادي تخدم فيها هي الخدمه د الميناج في السبيطار. وفعلا غادي نشوفوا ان مامون ما غاديش يعجبو الحال، وغادي يقول لها بلي انا قلت لك بلا ما تخدمي هاد الخدمه هادي. فغادي يقول لها بلي هو كيبغيها وبلي هو مستعد انه يعني يتزوج بها. وفعلا غادي نشوفوا ان فردوس غتسمع هاد الهضره هادي. فردوس غادي تقلق بزاف وغادي تقول لمامون كيفاش انك نتايا ضحكتي عليا بالطريقه وانت خاطبني انا وكتقرب من نور. غادي نشوفوا ان فعلا غتمشي عند نور وغادي تقول لها باش انها تجمع حوايجها وتمشي. غادي تمشي عند نور وغادي تقول ليها باش انها تجمع حوايجها وتمشي من تما. فهنايا نور فعلا غادي نشوفوا انها غادي تسمع الخصام ديالهم. ومامون غادي يقول الفردوس بلي هو مبقاش كيبغيها، وباللي فعلا حس بلي العلاقه بيناتهم بردات، وبلي ما يقدرش يتزوج بها. فغنشوفوا ان فردوس غادي يبقى فيها الحال بزاف، وغادي تمشي لعند الاب ديالها. الاب ديالها اللي هو المدير ديال المستشفى، وغتبدا كتبكي عليه وغادي تقول له بلي مامون تخلى عليها وبلي هادشي كله بسبب نور. وغادي نشوفوا ان ملكه غادي تجي لعندهم للدار، حيت من مورا الوفاه ديال الزوج ديالها غادي ترجع عند الاخ ديالها واللي هو الاب ديال فردوس. ففعلا غادي تبقى فردوس غتجي عندها وغتبقى تشكي عليها وغادي تقول لها باللي فعلا يعني مامون تخلى عليها وبلي هي ما تقدرش تعيش بلا مامون. فداك الشيء علاش غتبدا تفكر في شي طريقه باش انها تهنى من نور. غادي نشوف اصدقائي ان نور فعلا غتخرج من الدار وغتمشي تكري في واحد البلاصه، والبلاصه اللي غادي تكري فيها الناس اللي غادي يكريو ليها هما ناس مزيانين وناس ساكنين غير في واحد الحاره على قد الحال. يعني غادي يبينوا لينا شخصيات جداد فين غادي تمشي نور. وفعلا غادي نشوفوا ان اللي غادي تمشي
الأم أصدقائي اللي عندها البنت والابن ديالها، الابن ديالها فعلا واحد الشخص اللي سليط بزاف، ولكن رغم ذلك يعني كيبغي الأم ديالو. تما فين غادي تبدا نور المسيرة ديالها، وغادي تسكن تماكين وغتبقى تخدم في المستشفى في الميناج. مامون أصدقائي غادي يجي عند نور وغادي يقول لها بلي هو كيبغيها هي، وبلي مستعد انه يتزوج بها، وبلي هو وفردوس صافي تفارقوا. ولكن فردوس ولكن فردوس ما غاديش دوز أصدقائي لنور، حيت فعلا غادي تبقى تقلب وغتمشي عند الزوج ديالها ناصر، وغتقول له بلي مرتك عارفاها فين كاينه، وبلي مرتك كاينه دابايا فواحد البلاصه، وغتقول له غتعطيه الناس. هنا غادي نشوفوا ان ناصر ملي غادي يجي غادي يلقى ان مرتو فعلا كاينه مع مامون. فهنايا غادي نشوفوا انه فعلا غادي يضرب مامون، غادي يضربوا في الطوموبيل ومامون غادي يديوه للمستشفى. في نفس الوقت غادي نشوفوا أصدقائي أن كذلك غادي نشوفوا العصابة اللي فعلا الشرطة عرفاتهم باللي خدامين تماكين، غادي يداهمهم وهما تاني كيهزوا الخشب، وغادي نشوفوا انهم غادي يشدوهم. وفعلا الشاف ديال العصابة غادي يتقلق بزاف على ناصر، وفعلا غادي يأمر الرجال ديالو باش انهم يجيبوه، حيت غادي يقول لهم بلي هو اللي خاننا وهو اللي بلغ علينا الشرطة. وفعلا غادي يجيبوه، وغادي نشوفوا انهم غادي يبقاو يضربوا في ناصر، واخا ناصر ماشي هو اللي بلغ، هو غير مشى فيها ضحيه. في نفس الوقت غادي يرجعوا لينا لكريم. كريم اصدقائي اللي فعلا غادي يقول لسعاد انهم يتزوجوا بجوج بهم. سعاد فعلا ما غاديش توافق في الاول، ولكن من بعد غادي تفكر على قبل المصلحه ديال الابن ديالهم، وبلي حتى هي كتبغي كريم، وكريم حتى هو كيبغيها، وغادي تقرر انها تسمح ليه. وفعلا غادي نشوفوا انها غادي تزوج هي وياه، وغادي نشوفوا ان في العرس ديالهم غادي يكون ناصر حاضر، وغادي يجي عند سعاد وغادي يقول لها فين هي مرتي عاوتاني. اش تقول له هاد المره انا ما عارفاهاش فين كاينه، ما عرفتهاش فين مشات، حتى الناس اللي ساكنه عندهم يعني ما بقاش ساكنه عندهم. ففعلا غادي نشوف ان ناصر شكون اللي غادي يعيط لك قلت لكم، وغادي يعرف البلاصه هي فردوس، هي اللي غادي تقول له فين كاينه نور. المهم اصدقائي مازالين بزاف ديال الاحداث المشوقه في الحلقات الجايه من مسلسلكم الشيق والجميل انا حره. بهذا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو، وكنشكركم بزاف بزاف على التتبع ديالكم وعلى لي كومونتيرات ديالكم الغزالين. ولأول مرة كيشوف القناة ديالي كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد على مسلسلاتكم المغربية، سواء مسلسلكم الشيق أصدقائي أنا حرة اللي كيبدا يوم الخميس ويوم الجمعة على قناة ام بي سي 5، ولا كذلك المسلسل الجميل اللي هو مسلسل يد الحنة اللي كيبدا يوم الاثنين على القناة الأولى مع 9:30، وكذلك المسلسل الجميل اللي هو مسلسل قفطان خديجة اللي هو كيبدا يوم الأربعاء مع 9:30 على القناة الأولى. وما سخيتش بكم أصدقائي ونقول لكم باي باي، ونضرب لكم موعد فيديو جديد.